الرسالة دي لكل لعيبة النادي الأهلي. أنا عايز الست مباريات من الدوري الجايين دولت، كل لعيب في الملعب أو أي 11 هيبدأوا، أنا عايزهم فعلا. الجمهور بتاع النادي الأهلي لما بيقول 11 راجل في الملعب، أنا عايز 11 راجل في الملعب. واعمل اللي عليك، ولو لا قدر الله حصل أي نتيجة سلبية سواء بالتعادل أو بالهزيمة، أنا عايز أحس إن أنت فعلا متضايق عشاني وبتلعب عايز تفرحني. ولو لا قدر الله حصل أي نتيجة سلبية وانت عامل اللي عليك في الملعب، انا واحد من الجمهور مش هزعل، واظن ان كل جماهير النادي الاهلي مش هتزعل لو حست ان اللعيبه رجاله و11 راجل في الملعب بيقاتلوا عشان يجيبوا لنا الدوري، سواء جه الدوري او ما جاش الدوري. عايز احس ان اللعيبه عملت اللي عليها عشان الناس اللي قاعده تتفرج عليها. انا واحد من الناس قسما بالله، انا مش بقولها كلمه رياء ولا اي حاجه، انا واحد من الناس مش بحب نادي الزمالك، دي حاجه شخصيه يعني. ولكن الزمالك السنه دي عامل موسم مش طبيعي. انا قاعد بتفرج عليهم الشوط الاولاني قدام المصري تقدم عليهم في الشوط الاولاني في الدقيقه 12 بهدف، والشوط ما خلصش الا ونادي الزمالك بقت اللعيبه بتقاتل في الملعب وحاسه ان الدوري ممكن يروح منهم، بقوا يقاتلوا وتعادلوا في بكوره من بزيرة اللعيب اللي انا بسقف للجنه نادي الزمالك اللي تعاقدت معاه بكل امانه. لعيب كبير ولعيب فاد نادي الزمالك ويمكن شال نادي الزمالك. لعيب كويس جدا، ونادي الزمالك قدر يرجع للمباراة وكمان يقدر ان هو يتقدم 2-1 قبل نهاية الشوط الاولاني. بحي نادي الزمالك على ان هو في الفترة الاخيرة ما كان عنده مشاكل مادية وعنده مشاكل في التعاقدات ووقف قيد، وقادر ان هو بينافس على الدوري. انا عايز احس ان لعيبة الاهلي بقى بتعمل اللي عليها وحاسة بالناس وحاسة بحرقة دم الناس، وتعمل اللي عليها في الملعب واخسر وتعادل. هي الكوره كده فيها مكسب وخساره وتعادل، فيها كل النتائج. بس انا عايز احس ان انت بتعمل كل حاجه عشاني وعشان الجمهور اللي قاعد بيتفرج عليك ده. اعمل اللي عليك في الملعب وان شاء الله يبقى الدوري اهلاوي. كل التوفيق لكل لعيبه النادي الاهلي، زي ما قلت لكم عايز 11 راجل في الملعب.